السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب موبوتا، جربت تعملي البوتفور ببيضة واحدة؟ مع موبوتا هتعملي البوتفور وهيطلع فاخر من الآخر ببيضة واحدة. تابع الفيديو ونسمي الله وننزل بالمقادير بتاعتنا. معانا كوباية زبدة طرية هنزل بيها في البولة. معانا نص كوباية سكر بودرة. هندخل السكر كده في الزبدة علشان لما نشغل المضرب السكر ما يطيرش معانا. تمام لغاية المرحلة دي تمام. هنشغل المضرب الكهربائي بتاعنا. هننزل بس عشان ما نهدرش الزبدة يا جماعة. هنشغل المضرب في المرحله دي، هنشغل المضرب بتاعنا بالسكر بالزبده، نضربهم جامد كده لغايه ما بيضوا الزبده تبيض معانا شويه والخليط ده يبيض شويه يا جماعه. نضربهم جامد كده لمده 3 دقايق ممكن. المضرب شغال. في المرحله ديت هنزل ما اكون مجهزه بيضه واحده يا جماعه. كل اللي انا محتاجاه في المقدار ده على الكوبايه زبده ونص كوبايه سكر، انا محتاجه بيضه. هنزل بالبيضه وحبه الفانيليا. تمام. هضرب جامد يا جماعه. هزود يعني فانيليا، نقطه فانيليا كمان. هضرب بقى جامد كده. ادوب البيضه في الزبده والسكر جامد. ده كل اللي انا محتاجاه بالمضرب. ما عندكيش مضرب كهربائي اضربي بالمضرب اليدوي، بس هياخدوا منك وقت، بدل يعني ممكن ياخدوا بتاع 5-6 دقايق ضرب في ايدك لغايه ما تنعمي الزبده والسكر. هنزل ب3 كوبايات دقيق انا نخلاهم وحاطه عليهم ذره ملح. هنزل بيهم، مش هنزل بكل الكميه، هسيب حبه صغيرين لغايه ما اشوف العجينه هتاخد معايا قد ايه. هقلبها بالمعلقه وهشوف العجينه هتوصل لغايه معايا لغايه ايه. تمام يا جماعه. بدخل الدقيق في الزبده والسكر والبيضه اللي انا حطيتها. احنا حطينا بيضه واحده يا جماعه، ما حطيناش اكتر من بيضه. هتشوفوا البيضه ما شاء الله هتعمل ايه مع الكميه ديت، وهيطلع بوتفور بجد حق وحقيقي كانك جايباه من المحلات. طبعا شلت المعلقه واستعملت ايديا على شوف البوتفور يا جماعه ما بيتعجنش. انا بلم الدقيق بالسمنه والسكر، بالزبده والسكر فقط لا غير. لقيت العجينه طريه، زودت حبه الدقيق اللي كانوا مستنيين معايا في الطبق. لميت العجينه خالص، اتلمت اهي ما شاء الله عليها. عجينه طريه وعجينه ملمسها ناعم ما شاء الله. حاجه كده ما شاء الله عليها. بصوا القوام بتاع العجينه ما شاء الله جميله. انا يا جماعه مش هستعمل الكيس عشان اللي ما بيعرفش يستعمل الكيس. انا هوريكم عشان في ناس بتقول ما بنعرفش نستعمل مكنه البوتفور وكتير قوي ركنوها او رموها، فانا قلت النهارده اوريكم مكنه البوتفور بنستعملها ازاي. مكنه البوتفور دي سهله جدا يا جماعه، فيها اشكال كتيره وبتساعدك اللي انت كمان بتعملي كميه كبيره. لو عملتيه بالكيس الكميه دي مش هتطلع من معاكي كميه كبيره، انما المكنه البوتفور بتطلع البوتفورايه رقيقه شويه فبترمي معاكي العجينه وبتطلع معاكي كميه كبيره. عايزه تعملي بالكيس اعملي، بس تكون مكتره الكميه. بصوا انا هطلع من المكنه بالحبه دول بسم الله ما شاء الله كام صينيه، والمقدار ده يعمل معايا حبه بوتفور بسم الله ما شاء الله كميه كبيره. بصوا يا جماعه الاشكال عندك انا رصتها لك وقلت لك فيها كام شكل. قلنا مكنه البوتفور يا جماعه متوفر فيها كذا شكل. هي هتدوسي عليها ضغطه واحده تطلع معاكي الشكل صغير. عايزه تكبري، كل ما تكبري البوتفوره دوسي دوستين مع بعض. عايزه تعملي البوتفوريه بسيطه ورقيقه كده وصغننه، دوسي دوسه واحده بس بالسن بتاع بالايد بتاعه المكنه هتنزل معاكي كأن بتعمل زي دوسه كده. سنه واحده، هي فيها شرط وفيها فيها سنون يا جماعه، انتوا تفهموا المكنه. بصوا يا جماعه هي سهله خالص، ما هيش يعني ما شاء الله ما فيهاش اي حاجه. بسرعه بتخلصي كله الكميه. اللي ايده مش متعوده على الكيس مش هعرف يعمل بيه. انا طبعا بشيل اي بسكوتايه بتبقى طالعه مني عريضه او مش حابه الشكل بتاعها، بشيلها وبحطها على جنب وهرجع تاني احطها في المكنه من تاني وهظبط الصواني بتاعتي. شوفوا ما شاء الله يا جماعه البسكوت المكنه بترمي غير بسكوت الكيس. بسكوت الكيس مش هيطلع معاكي نفس المقدار ده. قلت انا عامله 3 كوبايات بس، عايزه اعمل منهم طبق حلو كبير. هعمل منهم ان شاء الله بالكميه دي هعمل منها طبق حلو كبير. بصوا يا جماعه ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه كده شغل جميل وحاجه جميله. مش مشكله يا جماعه نعمل البوتفور في العيد بس، احنا بنعمل بوتفور في اي وقت وفي اي مناسبه. ولو حابين ناكل صنف حلو البوتفور برضو يعني ما شاء الله من الحاجات اللي هي الحلوه. كنا مش شرط يا جماعه طبعا اللي احنا نعمله في العيد بس، احنا نعمل الحلويات في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. لو عندنا كوبايه زبده وعندنا بيضه هنعمل كميه حلوه ونعمل حلوياتك يا مبوطه. ما شاء الله شايفين الكميه ولا حول ولا قوه الا بالله تطلعك معانا قد ايه. من 3 كوبايات دقيق وبيضه واحده.
طلعنا كميه كبيره وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. انا مشغله الفرن على 170 يا جماعه، لان البوتفور مش بيحتاج سخونيه كتير، مش محتاج درجه حراره عاليه، محتاج اكتر. هو 10 دقائق، التايمر 10 دقائق على 170 يا جماعه، مفيش اكتر من كده. 10 دقائق بالظبط يا جماعه. انا طلعته ما شاء الله البوتفور قدامكم ولا حول ولا قوه الا بالله. ما خدش معايا 10 دقائق بالظبط يا جماعه، يا دوبك تشمميه كده النار هيطلع ما شاء الله ممتاز. ادخل بقيه الصواني واقول لكم هنعمل ايه. انا ماشيه معاكم خطوه خطوه وهوريكم التزيين بتاعه وطريقته وكل حاجه، طبعا من الف للياء انا وريته لكم. مش هقفل الفيديو الا لما اخلص معاكم التزيين بتاعه واقول لكم ما شاء الله طلع معايا كميه حاجه كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. 3 كوبايات دقيق يا جماعه وبيضه واحده عملنا منهم كل ده. حاجه كده ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. تملي بيتك خير، عندك دقيق عندك زبده، املي بيتك خير واعملي حلوياتك بايدك في بيتك لاولادك. بصوا ما شاء الله يا جماعه البوتفوريه ناعمه ازاي، ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه كده والله زي بتاع المحلات، بنفس الريحه نفس القوام بنفس كل حاجه. طبعا انا هزينه بالشوكولاته، بس هي حته شوكولاته على بخار ميه قدامكم يا جماعه ودهنته شوكولاته. بدهن بالشوكولاته واقفل البوتفورات على بعضها، وبعد كده هنزين. عايزه تزيني بشوكولاته بيضه، عايزه تزيني بالمكسرات، كل المتاح عندك اعمليه. كل واحد بيعمل على حسب اللي هو بيعمل. انا بردت شويه وهعملهم كده هسيبهم من غير تزيين، وفي حبه هزينهم. تمام يا جماعه. نزلت في الشوكولاته، اعمل بجوز الهند المتوفر عندك، اي حاجه متوفره عندك اعملي بيها. انا عملته بالشوكولاته ولزقته بالشوكولاته من جوه، وهعمله بجوز الهند. ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. حاجه كده اتعملت ما خدتش مننا وقت، ما خدش في ايدينا كله على بعضه، ما خدش في ايدينا نص ساعه بالتزيين بكله بالضرب بكل حاجه، ما خدش في ايدينا اي حاجه. جالك بقى مناسبه، جالك حد بالليل على السهره عايزه تعملي طبق حلو، ما شاء الله معاكي. يعني مش هياخد منك خامات كتيره ولا ياخد منك شغل كتير. البوتفور حاجه سهله جدا، حاجه كده ما شاء الله في البيت للولاد وللضيوف، حاجه كده مميزه. بوتفور فاخر من الاخر. تسلم ايدك يا ام بوته اللي وصل لغايه كده معايا في الفيديو. يصلي على رسول الله ويعمل كومنت حلو ويعمل اشتراك ويعمل لايك للقناه. اشوفكم في فيديو جديد مع حاجه جديده من حاجات حلويات ام بوته. منتظراكم ان شاء الله في الفيديو الجديد.